يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. فيديو جديد، بس مش اي فيديو زي ما اتعودتوا، هي سارة ما بتجيش باي فيديو. فكملي الفيديو للاخر، لاني اوعدك انك ان شاء الله هتطلعي من الفيديو ده مستفيدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. قبل ما ابدا الفيديو خلوني كده يا بنات ارحب بكل بنوته زي القمر انضمت للقناه. شرفتيني حبيبه قلبي ونورتيني، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنك. ومش هقدر اتجاهل كم الدعوات اللي جالي في الفيديوهات اللي فاتت. والله يا بنات فرحتوا قلبي. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ولكم جميعا بالمثل يا رب. فيديو النهارده خطير، عندنا تفريزات، وفي الفيديو ده اول كلمه هقولها لك: اوعي تغلطي غلطتي، اوعي. بص، لو رجعتوا في القناه ورا شويه كده هتلاقوا زي الايام دي بالظبط من سنه، وانا يا بنات بحب قوي اعمل التفريزات بتاعتي في شهر واحد. دايما خضار الشتاء مختلف جميل كده، وبجد بيبقى مسكر وتحفه. فاي خضار عايزه تعملي له تفريزات عندك حاولي دايما تعمليه في الوقت ده. انا دي طريقتي يا بنات اللي بفرز فيها البسله، ودول تقريبا في حدود 5 كيلو بسله انا جبتهم. بوريكم هنا ان ده فاضل عندي من السنه اللي فاتت. انا بوريكم ان دي الطريقه اللي انا بعملها. ويا بنات بيطلع كاني لسه مفرزاه امبارح، ده من سنه. شايفين الكيس ما شاء الله، ولا واحده لونها غير ولا حصل اي حاجه. فاعتمدوا الطريقه دي. انا كنت قبل كده لازم اغليها الاول وكانت بتتعبني جدا واقعد اغسل في حلل. بجد بقالي فتره مجرد ان انا يعني بغسلها بميه سخنه، ما بغليهاش، بغسلها بميه سخنه بس، وبعدين بسيبها تصفي ميتها خالص واشيلها في الاكياس. والله بتقعد معايا بالسنه يا بنات. والفيديو هتلاقوه زي اليومين دول السنه اللي فاتت انا كنت عاملاه. بس ليه بقول لك بقى ما تغلطيش غلطتي؟ تعالي اقول لك ليه. لان يا بنات الفيديو اللي فات ده انا عملت فيها عارفين الشملوله بقى، وقلت لا. كنت بقى ايه لسه جديده على اليوتيوب وبشوف البنات ما شاء الله، يعني ربنا يديهم الصحه، يجوا على فيديو التفريزات ده ويجيبوا كل الانواع وكل الحاجات ويفضلوا يفرزوا ويعملوا. فانا جيت يوميها كنت اصلا وقتها بعمل غدا. والله لو رجعتوا الفيديو ده هتضحكوا عليا بجد يعني. انا هسيبه لكم في الاند سكرين او اللي هي في شاشات النهايه علشان تدخلوا تضحكوا عليا بجد. فانا كنت يومها يا بنات بعمل غدا. وكنت المطبخ وقتها ما كانش برضو مترتب، وزحمت نفسي بقى، جبت سبانخ وجبت قلقاس وجبت البسله. وكنت بصوا، انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت تصوير الفيديو قعدت بعدها اسبوع في السرير مش قادره احرك رقبتي وظهري. انا ما كنتش كده، بس انا حبيت اعمل ده لاني حسيت ان اليوتيوب مختلف. بس بعد كده قلت لا، انا هطلع بطبيعتي، واللي انا متعوده اعمله هو اللي انا هنقله لكم علشان ده الصح يا بنات. انا كان ممكن اطلع اعمل لكم مليون حاجه واقول لكم ده بصوا انا عملت ايه وفرست ايه وجبت ايه. بس دي مش شطاره. الشطاره ان انا اقول لك اعملي الحاجه اللي تعمليها وانت مرتاحه. انا المره دي عملتها صح بقى. عملت ايه؟ اولا انا يا بنات بحب دايما افرز يعني 10 كيلو بسلة. ده اللي انا بعمله بيقضيني السنة كلها، لان انا ولادي اكتر حاجة بيحبوها البسلة، ما بيحبوش الحاجات التانية قد كده. تعالوا بس اقول لكم الاول انا بعمل ايه هنا. انا بوريكم يا بنات، انا الفريزر الرف اللي فوق ده انا عاملاه للخضار، ما بحطش فيه اي لحوم خالص. زي ما انتم شايفين انا الاكياس دي فاضله عندي من السنه اللي فاتت القلقاس، وما كنتش والله مفرزه كتير قلقاس، بس هما البنات عندي ما لهمش تقول عليه قد كده فما بفرزش منه كميه كبيره، فمش هفرز اصلا قلقاس. الصح بقى اللي عملته المره دي يا بنات ان انا سهلت على نفسي. اولا قلت مش هعمل اي تفريزات غير بعد ما اخلص الغدا بتاعي خالص وارتب مطبخي واخليه زي الفل كده. وكمان مش هعمل الكميه كلها. يعني انا المره دي جبت هم 5 كيلو بسله بس، وقلت على مهلي كده اغسلهم كويس وافرزهم كويس، وبعدين بعد كده ابقى اشتري واعمل. شايفين يا بنات انا الجزء اللي فوق بوريكم ان انا ببقى فرشه فيه كيس كده، او انت عايزه تفرشي اي مفرش براحتك خالص، اللي هي المفارش البلاستيك دي. المكان الوحيد اللي بفرش فيه يا بنات هو الفريزر. انا ما بفرش اي حاجه جوه التلاجة. الفريزر بحس ان ده انضف. يعني انتوا شايفين حتى مكان اللحوم المكان كله نظيف، مفيش غير الحته دي بس، لان المفرش اكيد يعني اتشال وانا بحط اللحوم. غير كده
هو بيحافظ لي جدا جدا على نظافة الفريزر. الجزء اللي تحت ده اللي انا بنضفه قدامكم ده بيتنضف شهريا يا بنات، كل شهر. وخلوا بالكم انا الحتة اللي بعملها بالسلك دي انا ما بدعكش ده من فوق كده، وهو اصلا مش مستاهل، لان انا ما شاء الله السبراي المنظف اللي انا وريته لكم في الاول ده خطير يا بنات لتنظيف التلاجة، بيخليها بتلمع بتلمع بجد. وبعدين يا بنات بخلص وافرش المفرش بتاعي تاني، او لو عايزه تفرشي كيس بلاستيك زي ما وريتك كده المتاح عندك. وبعدين هو ده التنظيف بتاعي الشهري للتلاجة. قد ايه بقى الخطوه دي بتحافظ على التلاجة دي. بصوا انا الموضوع ما خدش مني حاجه، وقدامكم كل حاجه قدامكم اهو. بعد ما نضفتها يا دوب بجيب منديل كده بنضف بيه. والله يا بنات ما شاء الله ما بتحتاجش اصلا تتنضف. الجزء اللي فوق ده بعد ما بحط فيه بقى البسله والحاجه انا ما برجعش انضفه تاني غير لما باجي اعمل تفريزات زي ما شفتوا كده. الجزء اللي تحت ده بس هو اللي انا بنضفه، اللي هو بشيل منه المفرش زي ما شفتوا كده لمعته ورجعت فرشته تاني. او لو عندك يعني لو ده باظ بتحطي حاجه تاني مغير ليه او كده. بس اهم حاجه انا الجزء بتاع اللحوم ده لازم بحب افرش فيه دايما مفرش او حاجه. تعالوا بقى البسلة هنا انا سبتها تصفي ميتها خالص خالص، ده طبعا ده نص الكمية، ورجعت بقى ايه بعد ما حطيت دول صفيت الجزء اللي فاضل. حاولي دايما تعملي بمعيار، يعني لو انت عندك ميزان اعمليها بميزان بتبقى حلوة. لو ما عندكيش انا مثلا هنا بحط 3 كبشات وشوية كده على حسب انت بتبقي عارفة. يعني انا عشان السنة اللي فاتت كنت عاملة المعيار ده فكان مناسب معايا للطبخة، انت برضو جربي وشوفي هيبقى ايه النظام وانتي بتعملي كويس. زيادة فقللي المرة اللي بعدها، فهماني؟ هي مش هتيجي غير بالتعود يعني. بس وعملت الكمية اللي عندي كلها. وعايزه اقول لكم يا بنات بجد ان خطوه التفريزات دي من اكتر الحاجات اللي هتسهل عليكي. انا ما عنديش حاجه اسمها تفريزات رمضان يا بنات، انا بعمل التفريزات دي كل سنه. وبرضه ما تقعديش تتوهمي بالفيديوهات اللي انت بتتفرجي عليها وتقولي لا ده انا هفرز حاجات كتير وكده، وفي الاخر تلاقي نفسك التلاجة عندك مش مستحمله. حاولي يعني وانت بتفرزي فرزي الحاجات المهمه اللي على قد تلاجتك، لان انا مثلا ما عنديش ديب فريزر فببقى عارفه التلاجة هتستحمل تاخد ايه، فبعمل تفريزات على قد المكان عندي. انتي برضو نفس الموضوع، وخليكي في اولوياتك. يعني دوري انا مثلا اكتر حاجه بعمل لها تفريز هي الحاجات اللي ولادي بيحبوها والحاجات الصعبه. يعني البسله مثلا، فكره ان انا عشان اعمل بسله طبخه في يوم ان انا ابعت اجيب واقعد افصص واعمل جزر، فدي انا شايفاها من الحاجات اللي اسهل انها تتعمل مره واحده وتتشال جاهزه في الفريزر. لما اجي اعمل الاكل يا دوب هشد الكيس واعمله على طول، خصوصا في رمضان، خصوصا في الايام اللي انت بتبقي مستعجله فيها، فاهميني؟ تعالوا بقى دلوقتي يا بنات بسرعه كده اشرح لكم جدول التنظيف الاسبوعي بتاعي اللي انتوا طلبتوه مني كتير في الفيديوهات اللي فاتت دي. بصوا بقى يا احلى بنات، بما ان اغلب الكومنتات كانت جايه لي تسالني على النظام اللي انا عملته معاكم في الفيديو، الروتين بتاعي وازاي انا بنظم البيت، واكتر اسئله تقريبا جات لي على المطبخ. وكمان بنات كتير جدا طلبوا مني اني اعمل لهم جدول للروتين اللي انا عاملاه او للنظام اللي انا عاملاه لتنظيف البيت. انا هبسط لكم الموضوع، هناخد النهارده المطبخ وهرد على كام سؤال كده جالي برضو في الفيديو اللي فات واللي قبله. اول حاجه لو انت عندك ورقه متقسمه زي دي كده بيبقى تمام. مش الفكره ان انا هوريكم النهارده الروتين الاسبوعي بتاعي ايه، انا عشان في هنا اكتر من مكان فاضي عايزه اوريكم انا بقسم بس المطبخ لوحده ازاي. فكلامنا النهارده كله هيبقى عن المطبخ. نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا بنات ملناش دعوه بقى بالايام اللي مكتوبه دي. انا عندي للمطبخ بتاعي في عندي روتين يومي. وروتين يومي يعني حاجات انا لازم بعملها كل يوم في المطبخ، زي ان انا بغسل المواعين، ودي حاجة اساسية كل يوم. لازم بغسل مواعيني سواء فطار سواء غدا سواء عشاء. وزي ما قلت لك قبل كده انت ايدك لو في المطبخ طول الوقت وطول الوقت بتنظفي المطبخ بتاعك وانت واقفه بتعملي اي اكل مش هيبقى عندك اصلا مواعين كتير. وكمان بغسل البوتاجاز غسل سريع بعد الاكل، اللي هو تنظيف سريع، يعني ما بشيلش عيون ولا حوامل ولا اي حاجه. ثالث حاجه بعملها هو كنس ومسح الارضيات، وده مش كل يوم. المسح الكنس طبعا كل يوم بكنس المطبخ كل يوم، لكن المسح مش كل يوم. دي نقط انا بعملها
كل يوم اساسي ال3 حاجات دول، ودول لازم فيهم شرط الالتزام زي ما قلنا. طيب ده الروتين اليومي اللي بيتعمل كل يوم. هندخل بقى على الروتين الاسبوعي. والروتين الاسبوعي دي حاجات انا لازم بعملها كل اسبوع في المطبخ، ولازم، وقلت لكم زي ما قلت لكم برضو اهم حاجه الالتزام. اول حاجه بعملها في الروتين الاسبوعي بتاعي هي الحوامل والعيون بتاعه المطبخ، ودول مهم بتوع البوتاجاز، الحوامل والعيون للبوتاجاز، ودول حاجة مهمة جدا ان هم يتغسلوا كل اسبوع، لانهم فعلا لما بيتركنوا اكتر من كده البقع اللي عليهم ما بتنضفش، ومهما نضفتي بعد كده مش هينضفوا. طيب ممكن بنوته برضو تقولي يا ساره طب انا عندي بقعه جامده فما نضفتش من اول مره، مفيش مشكله عادي، كل ما تنضفي وكل ما بتعمليهم كل اسبوع هتلاقي نفسك الموضوع بقى اسهل، وكل البقع اللي كانت صعبه وما بتطلعش دي هتلاقيها بتطلع معاكي بسهوله. تاني حاجة بعملها في الروتين الأسبوعي بتاعي رخامة المطبخ. الرخامة بتاعتي كبيرة صغيرة على حسب. أنا طبعا بنضف الرخامة كل يوم عادي، بس اليوم الأسبوعي ده بحاول إن أنا يا بنات أنضفها أكتر. بعمل بقى إيه، بجيب خلطة كده وأحط فيها شوية كلوريل ألوان أو كلوريل أبيض اللي يعجبك، وبحط فيه شوية مية سخنة، وبجيب سبونج وبغسله كويس جدا. تالت حاجة معانا السيراميك خلف الرخامة. احنا عندنا المطبخ يا بنات فيه، يعني انت عندك هنا يونتس فوق كده، ده كده الجزء بتاع ال الوحدات اللي عندك فوق، وده الجزء بتاع الوحدات اللي عندك تحت. في بينهم هنا سيراميك اللي هو الجزء ده اللي بيبقى ما بين الوحدات اللي فوق والوحدات اللي تحت. كل السيراميك اللي عندك ده وكل السيراميك اللي مكشوف عندك في المطبخ باخده معايا في نفس اليوم ده وبنفس الطبق اللي انا نظفت بيه يا بنات. الرخام بتاعي هو اللي بنظف بيه كل السيراميك ده. اتحداكي تلاقي عندك اي دهون في اي وقت في المطبخ بعد ما تعملي ده كل اسبوع. وعندي كمان يا بنات روتين شهري، وروتيني الشهري ده يا بنات في حاجات بتتعمل كل شهر مرة بس، زي الشفاط، وزي الفرن بتاع البوتاجاز، وزي الميكرويف. في حاجات تانية بعملها، في حاجات تانية بعملها في الروتين اليومي بتاعي ده. وقت الطبخ وانا واقفة بطبخ عندي كل يوم بعمل ايه بقى؟ انا عندي يونت بمسكها انضفها، او درج، ممكن درج بس درج مطبخ، او ممكن يكون ايه تاني، ممكن يكون رف ثلاجة. طيب انا يا ساره كل اسبوع بعمل الحاجات دي وما شاء الله مطبخي بيلمع وما عنديش حاجه اعملها، اقول لك برافو عليك. ممكن اعمل ايه؟ امسح الوحدات الخارجيه. هنمسك الوحدات من بره كده في يوم ونمسحها كلها بعد الاكل. عايزاكي وانتي واقفه بتطبخي تمسكي كل يوم حاجه، امسك حاجه اعملها. عندك حاجه تانية يا ساره بتعمليها؟ عندي حاجه تانية بعملها. عندي التربو، التربو بتاع الخضار، التربو بتاع الخضار بتاعي ده بنضفه كل اسبوع مع المشتريات. طب انا يا ساره بشتري حاجتي كل اسبوعين، يبقى هتنضفيه كل اسبوعين. التربو ده يا بنات اللي احنا بنحط فيه البطاطس وبنحط فيه البصل. انا عندي يعني عامله فيه كده. كل اللي بعمله يا بنات ان انا بشيل بواقي الحاجات القديمه، لو بطاطس موقعه طينه مثلا، لو في حاجات من دي بروح شايلاها، وبعد كده بنضف كده مكان. لو المشمع اللي انا حاطاه مثلا متوسخ بغيره وخلاص بحط الحاجات الجديده. ممكن كل اسبوعين بمسك قماشه وداير ما يدور عليه كده امسحه لو عليه تراب او حاجه. خلاص. نفس الكلام ده بعمله مع درج التلاجة. درج التلاجة ما بنضفوش يا بنات غير جايبه المشتريات بتاعتي اللي هو الطماطم والخيار والحاجات دي، بطلعه واشيل الحاجات اللي باقيه عندي اخليها هي فوق عشان استعملها الاول، وبمسحه كده مسحه، وبرجع احط حاجتي كلها تاني وارصها على نظافه. نفس الكلام ده في الفريزر. في الروتين الشهري بتاعي وانا بجيب الاكل بتاعي كل اول شهر، انا قاسمه الفريزر عندي نصين. النص اللي فوق انا حاطه فيه الخضار. الخضار ده انا ما باجيش جنبه غير كل ما اجي افرز خضار، لانه مرصوص ونضيف ومفيهوش اي حاجه. الجزء اللي تحت اللي بحط فيه اللحوم هو اللي بيتنضف مره كل اول شهر. خلاص جاي عليا اول الشهر وهدخل اللحوم بتاعتي، بنضفه تنظيفه حلوه جدا زي ما شفتوا معايا في الفيديو ده في اول الفيديو. ده الروتين اللي انا ماشيه عليه بالنسبه للمطبخ. الناس بقى اللي كتبت لي في الكومنتات وقالت لي يا ساره
هو احنا دلوقتي انا لو عندي النهارده المطبخ فانا هسيب البيت كله يضرب يقلب ومش هعمل حاجه في البيت غير المطبخ؟ لا يا بنات، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. بصوا يا بنات، اساس الروتين ده حاجتين: اول ما بتصحي من النوم وقبل ما تنامي، وقلت لكم الكلام ده في الفيديو. انا لازم قبل ما انام بدخل الف لفه على البيت كله كله. لو كنت سهرانه، لو ما كنتيش سهرانه، لو عندك الشقه زي الفل بره، برضو لفي عليها لفه. اي حاجه مش في مكانها رجعيها في مكانها تاني. والصبح اعملي نفس الموضوع. لو ما قدرتيش تعملي بالليل، لفي في البيت لفة سريعة، خلي كل حاجة في مكانها بس، واعملي الروتين اللي عندك يوميها. وده النظام اللي انا ماشية عليه يا بنات. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وطبعا لو عجبك الفيديو اتمنى تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. واستنوني فيديو جديد يا احلى بنات في الدنيا كلها. ومع السلامة يا قمرات.